باحب حاجات كتير ومش عارف أبدأ منين، أعمل إيه؟ في ناس بتحب حاجة واحدة من وهي صغيرة، في ناس بتحب 10 حاجات، الاتنين مفيهمش مشكلة، الاتنين طبيعيين، الفكرة إن مفيش مشكلة في تعدد الشغف، لكن المشكلة هي في إزاي ننظم الشغف بتاعنا. أحب أتكلم عن نفسي الأول في حتة تعدد الشغف. أنا واحد كان نفسي أوي أتعلم في سوق الهاردوير والسوفت وير، وفي نفس الوقت كنت فرحان جدا لما نزلت اشتغلت في مطعم، وكمان نفسي اتعلم برمجة، وكان نفسي اتعلم مونتاج، وكان نفسي اتعلم في الاي اي وكل الحاجات دي. طبعا اي حد بيبدأ يتعلم عن الحاجات ديت بيلاقي نفسه عايز يتعلمها، لكن هنا عايز ابين فرق ما بين حاجتين، هو الاعجاب وان انت بجد تكون متعدد الشغف. مثلا ممكن تعجبك البرمجة، لكن لما تبدأ تحاول تتعلم فيها تلاقي ان انت مش هتقدر تكمل فيها، لان انت ما عندكش فيها شغف، انت بس عجبتك فكرة البرمجة، انما ما عندكش شغف تطور نفسك فيها. عجباك الكلمة لكن مش قادر تتعمق في المعنى، فهي دي فكرة الإعجاب. فلازما عشان تفرق ما بين الشغف والإعجاب هو إنك تجرب الحاجة، تجرب تتعلم فيها. وأكبر غلط ممكن أكون أنا وقعت فيه أو أي حد عنده تعدد في الشغف، إني حاولت أتعلم كله مع بعض، مونتاج وجرافيك وكمان برمجة وسوفت وير وهاردوير وكمان انزل شغل وكل ده، حاولت اعمل كل ده مع بعض. فبتبدأ ان انت توصل لوقت انت فيه بتتعب جدا، فمن هنا بتبدأ تعطل عن كل حاجة. عشان كده بن... بالنسبة لمتعددي الشغف، فانت مش محتاج تعمل كل حاجة مع بعض، في فرق ما بينك وما بين اللي ما عندوش غير شغف واحد. برغم اننا بقينا اكتر منهم، لكننا لسه غراب بالنسبة للناس اللي بتمشي بشغف واحد. الناس اللي بتمشي بشغف واحد هي عندها مهارة واحدة بتطور فيها، لكن لما بتطور فيها ممكن توصل فيها لمنطقة في القيمة بتاعتها، او بسبب ان هي متعمقة فيها قوي، هي قيمتها في المهارة دي اعلى من قيمتك انت في كل المهارات مع بعض، لان انت بتبقى في كل مهارة واصل لحد معين، هو مش حد كبير، لكن لو جمعناهم كلهم مع بعض ممكن نساوي ده. فانت عشان بسبب انك انت ما بتتعلمش في كل المهارات مع بعض، فانت تبقى كل مهارة اقل. يعني بتبقى هقول دلوقتي انا واحد بتعلم 3 مهارات مع بعض، وواحد تاني بيتعلم مهارة. انا بتعلم مهارة لوحدي، فانا واصل فيها المرحلة مثلا ان انا مقفل 90% من كل حاجة فيها، من الاساسيات كلها، وانا لسه مبتدئ فيها بس مقفل 90%، فهمت فيها كل حاجة وبدأت ابدأ اعمل منها مشاريع. انما انا واحد بتعلم 3 مهارات مع بعض، فبقيت واصل 30% من كل مهارة، ففي كل مهارة انا واصل لدرجة 30%. فانا لو جيت دلوقتي اشتغل وانا معايا ال3 مهارات، ممكن مثلا لو لقيت شغلانه واحده على مهاره واحده تلاقي نفسك ما معكش غير 30%، فمش هتقدر انك تعمل الشغل زي اللي عمله ابو نسبه 90%. فهو دي الفكره، انت لازم عشان تبقى سريع او تبقى متطور انك انت تركز على مهاره واحده بنسبه كبيره، في نفس الوقت ما تتجاهلش باقي المهارات. انا مش بقول لك تجاهلهم، لكن خليهم موجودين. ازاي بقى خليهم موجودين؟ انت دلوقتي بتتعلم مهاره، وفي نفس الوقت انت بتحب حاجات تانية، الحاجات التانية ما ترميهاش، لكن خليها موجوده، تتعلم ديت تتقنها، وممكن تبدا تخش على التانية، لان انت كلما زادت مهاراتك كلما قل احتياجك للناس برضه. فدي حاجه انت ممكن تحطها في بالك. فانا كنت عايز اقول المعلومات ديت لان احنا دلوقتي في الاجازه، ففي ناس كتيره بيجي في بالها ان هبدا اذاكر للسنه الجايه اللي هي ثالثه ثانوي. فلا، ما تذاكرش لثالثه ثانوي، خلي مذاكره ثالثه ثانوي في ثالثه ثانوي عشان نعيش كل حاجه في وقتها. لكن في ناس تانية حابه تتعلم مهاره، فانا انصح اي حد حابب يتعلم مهاره، مش انه بس يبقى داخل المهاره ديت عشان هو معجب بيها وهو ما يعرفش عنها حاجه. انت دلوقتي داخل مهاره معينه، المهاره ديت عاجباك وحاسس ان انت عندك شغف فيها، بدات تتعلمها، وبعدها باسبوع حاسس ان انت مش قادر تكمل فيها، او مش حاسس ان فيها الشعور اللي انت كنت عايز تحسه، فابعد عنها وروح شوف مهاره تانية. لكن المهم هو ان انت مهما كان عندك عدد من المهارات، ركز على مهاره واحده دلوقتي وطورها جدا جدا جدا، وبعد كده ابقى ادخل على التانية، انما ما تمشيش في كذا مهاره مع بعض. ودي كانت فكرة فيديو كنت حابب أعملها، توضيح للناس في الأجازة،
وانتظروا فيديوهات تانية بما اننا سيبنا الشغل يعني، انتظروا فيديوهات تانية ان شاء الله في الاجازة هتيجي قريب. وبس كده، سلام. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس. فعلوا زر الجرس.